السعر على الشاشة ممكن يكذب عليك ويوهمك، بس في حاجة واحدة عمرها ما بتكذب أبداً. مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحب الجميل. شد كرسيك وركز معايا عشان النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، حجم التداول أو الفوليوم، الجزء الأول. بص يا سيدي، خليني أبدأ معاك بقصة بسيطة كده. تخيل أحمد صاحب محل البرجر اللي في آخر الشارع جالك في يوم طاير من الفرحة وقالك النهاردة المبيعات طلعت ل10,000 جنيه مرة واحدة. طبعا انت اتبسطت له جدا. بس بعدين سألته سؤال بريء، الكلام ده من كام زبون يا ابو حميد؟ قالك هو زبون واحد بس اللي دخل اشترى بكل الرقم ده. هل هتتبسط وتحس ان المحل مكسر الدنيا زي الأول؟ لا طبعا، لأن زبون واحد يشتري ب10,000 مش زي 100 زبون كل واحد يشتري ب100 جنيه. التاني ده أقوى وأثبت ومطمن أكتر. أهو ده بالظبط يا صاحبي فكرة حجم التداول في البورصة. السعر ممكن يخدعك، لكن الحجم كشاف بيكشف الكذب. حجم التداول ببساطة هو عدد الأسهم اللي اتباعت واشترت في يوم معين. لو 1,000,000 سهم في البنك التجاري الدولي مثلا اتباعوا النهاردة، ده حجم عالي. لو 10,000 سهم بس، يبقى حجم منخفض. طب ليه الحجم ده مهم أصلا؟ لأنه بيقولك الحركة اللي حصلت دي حقيقية وفيها سيولة ولا مجرد وهم وهترد في وشك. تخيل السهم طلع 5% النهاردة، ده خبر ممتاز، بس لازم تسأل على كام سهم. لو طلع 5% وفي 1,000,000 سهم اتباعوا، يعني ناس كتيرة اشترت بجد. الصعود ده حقيقي وقوي. لكن لو السهم طلع 5% وفي 10,000 سهم بس اللي اتباعوا، ده معناه إن ناس قليلة جدا هي اللي اشترت وزقت السعر. الصعود ده ضعيف وهش، وممكن جدا السهم يرجع ينزل بيك بسرعة الصاروخ. خد بقى قاعدة الحجم الذهبية. السعر بيطلع والحجم عالي، صعود حقيقي وقوي. السعر بيطلع والحجم منخفض، صعود ضعيف، خد بالك. السعر بينزل والحجم عالي، هبوط حقيقي وخطير. السعر بينزل والحجم منخفض، هبوط ضعيف وممكن يرجع يرد تاني. الموضوع عامل زي انتخابات النادي. مرشح كسب ب1000 صوت ومرشح كسب ب100 صوت. الأول أقوى لأن معاه تأييد حقيقي. الحجم في البورصة هو التأييد ده. الزتونة يا صاحبي، الحجم هو اللي بيقولك الحركة دي وراها حيتان ولا شوية سمك صغير. بس استنى هنا، احنا لسه ما خلصناش. في الجزء التاني من الحلقة دي هنعرف ازاي نربط الحجم ده بالمقاومة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وازاي نعرف ان كسر السقف ده كسر حقيقي مش فخ. وكمان هقولك ازاي تطلع الحجم ده على تشارت تريدينج فيو. انزل دلوقتي اكتب كلمة فوليوم في الكومنتات عشان ابعتلك مصادر تذاكر منها لحد ما نتقابل. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية، لأن وراه كل كتاب حكاية.